بلاش القعده بتاعت الستات كتير. انا عارف ان عندك مشاكل ياما وضغوط جوه البيت وضغوط في الشغل وضغوط مع الولاد، كل ده على بعضه انت محتاجه دايما تفضفضي، بس الفضفضه دايما بين الستات وبعضها بينقلوا الهموم والمشاكل لبعض، فيخليك طول الوقت بدل ما انت شايله همك لوحدك شايله معاكي هموم تانية. ده بيقلب مع الوقت الى اوفر ستريس. في ستريس بيكون هيدن انت مش حاساه وبيعلى مع الوقت، في ستريس بيكون كلير وبادئ من البدايه. الاثنين دول مشكلتهم ان مرتبطين ببدايه دخول اعراض الاكتئاب. الاكتئاب على فكره مش زي ما هو في الكتب، الكتب ليها كرايتيريا كتير قوي، ولكن عندي مراحل مختلفه جدا في الاكتئاب. ده بيأثر معاكي على حالتك الصحيه مع الوقت. انا عايز اخدك لحته مهمه جدا، وهو التاثير على الجهاز المناعي والتاثير عندي على النمو بتاع الخلايا. مع الوقت تبداي تحسي بالكرونيك فاتيك سيندروم، ويا ريت نرجع للحلقه ديت واحنا بنتكلم على حاله الاجهاد المزمن، او ممكن يزود فرص الاصابه بمرض العصر دلوقتي اللي احنا بنسميه مرض تشخيص الحاله اللي مش عارفين نشخصها، وهي الفايبروميالجيا. نرجع لفيديو الفايبروميالجيا ونسمع فيه ايه اللي بيحصل. غير كمان بقى فرص الاصابه بامراض مناعيه ثانيه، لان النهارده بنشوف بنات صغيره وستات في الثلاثينات وفي اوائل الاربعينات فبيجي لنا النهارده امراض مناعيه زي الروماتويد والذئبه الحمراء، اللي هو كان معروف ان الروماتويد بيجي دايما للسن الاكبر من كده. جزء كبير منه راجع للمشاكل النفسيه اللي بتاثر معايا مع الوقت على النيوتريشن، طبيعه الاكل بتاعتنا. فطول ما انا مكتئبه حاجه من الاثنين، يا اما انا بقفل خالص من الاكل وبالتالي ما باكلش كويس والدنيا عندي بتبوظ، لما بوصل لمرحله ثانيه خالص ان باكل الاكلات اللي تحسسني ان انا مبسوطه، ودي غالبا بتديني سعرات حراريه كتيره جدا بتبوظ اداء الجهاز المناعي وتزود فرص الاصابه مع الوقت بالامراض المناعيه والاورام. الاورام طبعا انا الجهاز المناعي له دور عندي ان بيعمل سكاننج للخلايا الغريبه، فاي خليه عندي يحصل فيها ديفكت في طريقه النمو بتاعتها يقدر يكاتش ويمسكها من البدايه ويوقف النمو بتاعها. النهارده لما الجهاز المناعي بقى بعافيتين شويه بسبب مشاكل النفسيه والفضفضه الغلط مع الناس الغلط في الوقت الغلط ونشيل هموم بعض وخلاص، بدل ما اتكلم مع حد عاقل يخلي مخي يتزن والمشاكل اللي عندي نفكر في حلولها بدل ما نفكر في ان احنا نحكيها، يدخل عندي بقى ان الجهاز المناعي يعطل. فرص الاصابه مع الوقت بتاعه الطفرات اللي تسبب عندي الاصابه باشهر اورام السيدات، سواء كان البريست كانسر، سرطان الثدي، او الاوفريان كانسر لو كان في المبايض، وغيرها من الاورام الثانيه اللي بتحصل عند السيدات سببها المشاكل وطريقه الحكي بتاع المشاكل. وخدي بالك ان اللي بيرد عليكي دايما في قعدات الستات بقى في النادي واحنا قاعدين مع بعض كبنات وغيرها، اللي بترد عليكي مش بترد عشان تطبطب عليكي، هي عاده عايزه تقول لك ان هي عندها مشكله اعلى من مشكلتك، فنبدا ناخد بعضنا لليفلنج. الليفلنج ده بيدخلنا لمراحل صعبه جدا في الرضا والسلام النفسي. فالمهم ان احنا نختار صح هنتكلم مع مين في ايه، ويكون الاوبجيكتيف بتاعنا اكتر ان احنا ندور على حلول اكتر ما نفضفض وبس، عشان نحافظ على سلامنا النفسي وصحتنا الغذائيه. افتكر دايما ان صحتك اهم.